يا مساء الفل عليكم في قناتكم قناه ماستر سين. انا مايكل عاطف وهنتكلم حالا مع بعض عن فيلم مطرح مطروح. بس قبل ما نتكلم مع بعض في اي تفاصيل لو سمحت اعمل لايك وشير وسبسكرايب واشترك في القناه عشان تساعدني اكبر، لان انا مش اكبر غير بيك انت. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. احلى من الشرف مفيش. فيلم مطرح مطروح هو اول افلام موسم الصيف 2023. الفيلم من بطولة النجم المميز جدا واللي انا بموت فيه وكلكم عارفين الكلام ده كويس، محمود حميدة، ومعاه في البطولة كريم عفيفي وشيماء سيف وليلى احمد زاهر. ده غير طبعا وجود النجم العالمي سكوت اتكنز الشهير ببويكا. الفيلم من تأليف محمد عز ولبيب عزة، اللي بالمناسبة انا اول مرة تقريبا اسمع اسمهم. اما الانتاج لشركة السبكي والاخراج للمتميز جدا وائل احسان، واتكلمت عنه كتير قوي في الحلقة اللي فاتت، لو ما كنت شفتها اطلع شوفها من هنا. بتدور قصة الفيلم خلال فترة الأربعينات ومعاناة أسرة مصرية بسيطة نفسها تطلع مصيف، نفسها رب الأسرة يقدر ياخد أجازة ويوديهم مصيف ويشوفوا البحر. أنا عايز أبلبط، وبتعدي كذا سنة لحد ما ده يحصل، ولما ده يحصل ويبقى بينهم وبين البحر خطوات، بيتفاجئوا ان القوات الألمانية والقوات الإنجليزية في حالة حرب في مطروح. ومش بس كده، لا ده حالة الحرب دي قدام الشاليه بتاعهم. هتلر وتشرشل جايين عندنا الشاليه، اعلق لهم على الشاشه بدي. علشان كده يعتبر تصنيف فيلم مطرح مطروح هو حربي كوميدي او اكشن كوميدي. تعالوا بقى مع بعض نتكلم عن الايجابيات والسلبيات. اول ايجابيه بالنسبه لي في الفيلم هي محمود حميدة. انا حرفيا بحب تمثيل الراجل ده جدا، والفيلم ده هو لعبه من زاويه مختلفه، الدور مكتوب بطريقه مختلفه، اللاين اللي ماشي عليه هنا لاين كوميدي بحت، كل اللي مطلوب منه ان هو يقدم كوميديا. ومحمود حميدة كواحد من اشطر الممثلين اللي عدوا على تاريخ مصر عمل الدور بمنتهى الاتقان والحلاوه. فاول ايجابيه معايا في الفيلم هو محمود حميدة. ده انا ظهور كريم عفيفي في اول فيلم سينما ليه يعتبر بطولته، طبعا مش بطوله مطلقه لكنه مشارك في البطوله. وبصراحه كريم عفيفي عمل الدور بتاعه حلو جدا، افيهاته كانت لطيفه وخفيفه، ما قفلنيش منه زي ما حصل قبل كده في افلام او في مسلسلات كتير، لا كان بيلعب على الافيه المضمون. قلت حاجه بديع. وكمان شيماء سيف ظهرت بظهور حلو قوي، انا ما كنتش متضايق خالص من ظهورها، لا بالعكس افيهاتها كانت لطيفه وجميله جدا. ده حتى كمان لما كان ليها مشهد درامي عملته بامتياز. فبالنسبه لي الكاست او الممثلين كانوا حلوين جدا، ما كانش عندي معاهم مشكله غير مشكله صغيره نتكلم عنها في السلبيات. ده غير كمان ان الفكره حلوه قوي وقماشها جميله جدا، تقدر تطلع منها مواقف كوميديه كتير جدا. انا الوهله كده وانا بتفرج على الفيلم تخيلت نفسي رايح اصيف وانا على البحر لقيت في حرب شغاله، ولا انا عارف ارجع بيتنا ولا انا عارف انزل البحر. موضوع فيه افكار كتير قوي. ده غير طبعا ان المخرج المتميز وائل احسان قدر يعمل حرفيا من الفسيخ شربات. طبعا وائل احسان ليه كذا لقطه اخراجيه مميزه جدا، قدر في كذا مره يلعب بمشاعرنا ويخضنا ويخوفنا ويعمل حاجات مميزه قوي. هو معهوش سكريبت قوي، معهوش ممثلين صف اول غير محمود حميدة، هو الوحيد اللي في الفيلم اللي يقدر يشيل فيلم على كتافه وهو عمل كده حرفيا، لكن قدر برضه يعمل كادرات وشطات ويعمل مود حلو جدا في الفيلم. لا شابوه بجد بجد، برافو وائل احسان، انا بحبه جدا وبحترمه جدا، وبصراحه هو الراجل عامل شغل مميز قوي في الفيلم ده. تعالوا بقى نتكلم عن السلبيات عشان اقدر اتكلم براحتي اكتر. اول سلبيه هتكلم عنها معاكم هي برضه النص. الفكره حلوه زي ما انا ما قلت في الايجابيات، لكن النص الكلام المكتوب تفريغ الفكره ده مش حلو. انت معاك قماشه واسعه جدا تقدر تخلق 100 موقف كوميدي. انا شايف ان النص اللي كتب حد من الافكار دي عمل فكرتين ثلاثه، يعني اللي فيكم هيشوف الفيلم هياخد باله من نقطه انا مش هحرقها بس هحاول اوضحها لكم. العيله كانت بتحاول توصل للبحر فحاولت بطريقه او اخرى. انا من وجهه نظري ان كان في 10 طرق ممكن يتكتبوا يجيبوا كوميديا اكتر من اللي اتعملوا بكتير، يمكن هي فكره واحده من اللي اتنفذوا هي اللي موتتني من الضحك. غير كده انا بالنسبه لي طول الفيلم قاعد مبتسم مش بضحك، وده مش وحش وما بتضايقش منه على فكره، خصوصا ان انا اولادي الصغيرين كانوا قاعدين مبسوطين، فانا مش عايز اكتر من كده بالنسبه لي. لكن اللي بتكلم فيه ان لا كان في افكار كتير ممكن تتعمل. فبالنسبه لي النص او السكريبت سلبيه كبيره جدا، كان محتاج نشتغل عليه اكتر من كده. تاني سلبيه معايا هي خطوط الدراما اللي مرسومه لباقي الشخصيات. احنا لو شلنا من فيلم سكوت اتكنز مش هيحصل اي حاجه، عادي جدا الفيلم هيفضل شغال. مرسوم له خط درامي ضعيف، خط درامي صغير، خط درامي ملوش لازمه، تقدر تشيله بمنتهى البساطه والفيلم هيفضل شغال زي ما هو. كذلك برضه في شخصيه صحفي في الفيلم نفس الكلام،
ممكن تشيلها عادي، لكن وائل احسان خلق لها لازمه انقذت موقف معين. انما ابعاد شخصيه الصحفي دي ايه وهو مين وبيعمل ايه انا حتى ما عرفتش اسمه. فبالنسبه لي الخط الدرامي بتاع سكوت اتكنز وبتاع الصحفي كنت حاسس ان هم مقحمين على الفيلم، اللي هو يا جماعه احنا متعاقدين معاه فلازم يعمل دور، حتى لو ده موجود يا جماعه نقدر نخلق له دور احلى من كده. انا لو ينفع اتكلم معاكم بحريه اكتر من كده كنت حرقت لكم القصه وقلت لكم ممكن نعمل خط درامي شكله عامل ازاي. اي حاجه تتعمل غير اللي كان معمول في الفيلم ده حرفيا ملوش عندي تفسير غير هو حشر. تحس كده ان سوكي لما اتعاقد معاه في حرب كرموز كان متعاقد معاه على فيلمين، قال له هنعمل واحد 22 وفيلم 23، فتقريبا سوكي جابه عشان الفلوس بتاعت التعاقد ما تضيعش عليه. ده حتى الراجل بيمثل معانا بنفس الطقم اللي كان بيمثل بيه في حرب كرموز. يا اخي طب غير البنطلون وفلنا مفيش. وبصراحه دي بالنسبه لي سلبيه كبيره جدا، يبقى في خط درامي مقحم على الفيلم حتى لو فيلم كوميدي. استفيد منه باي طريقه ثانيه يا عم، خليه يتعاطف مع الاسره، اعمل اي حاجه ثانيه. تاني سلبيه معايا كان في بعض المؤثرات وبعض المشاهد اللي واضحه جدا انها متصوره على كروما، في حين ان في مشاهد ثانيه واضح جدا ان ده البحر بتاع مطروح. طب ليه ما خدتش شطاتك كلها في مطروح؟ هل احتجت يا عم وائل احسان تعيد مشاهد ثانيه؟ انا بصراحه مش عارف، لكن اللي انا عارفه ان انا ما كنتش احب اشوف مشهد معمول على كروما في حين ان انت عندك الامكانيات انك تعمل كل الكلام ده لايف وعلى البحر، اكيد كان هيبقى شكله احلى بكتير. ومن السلبيات اللي من وجهه نظري في الفيلم هو الميس كاستنج لليلى احمد زاهر. هي ما كانتش وحشه بس كنت حاسس ان مفيش كيمياء بينها وبين باقي الكرو، انما هي ليها مشاهد منفرده لوحدها كده قدام الكاميرا لا كانت لطيفه، انما لما بتتجمع مع باقي الممثلين لا ما كانتش احسن حاجه، الكيمياء واقعه شويه. اكبر سلبيه بالنسبه لي في العمل هي الجنود اللي في الحرب الالمان والانجليز. انا ما شفتش واحد الماني او انجليزي، كلهم من الجيزه جوه، كلهم من شبرا من عندنا. يا جدعان ما تستخسروش، طب شويه مكياج مش لازم تجيب اجانب، اصرف شويه مكياج، باستثناء اللي عمل دور تشرشل وهتلر يعني عملوهم لطاف الى حد ما، انما الباقي كله باقي العساكر كلهم لا بلح طرح، مفيش واحد فيهم شكله اوروبي. انجلترا والمانيا ازاي دول؟ ده المانيا القمح مش المانيا خالص دي. طب معنى كلامك كده الفيلم حلو ولا وحش، نخش ولا ما نخشوش؟ بص الفيلم فيه رسائل لطيفه جدا، زي مثلا ان انت ممكن تبسط نفسك بنفسك، مش مهم ايه الاجواء، حتى لو في حاله حرب انت تقدر تتبسط، وانت طول الفيلم هيبقى على وشك ابتسامه خفيفه، ما وعدكش ان انت صوتك هيسمع وتصرخ من الضحك في السينما. في النهايه الفيلم لطيف وخفيف وهيخليك بتبتسم طول الفيلم، ما وعدكش ان انت هتضحك وتصرخ من الضحك، مفيش مشاهد قاتله في الضحك، يمكن مشهد واحد. انما من وجهه نظر الشخصيه التي لا قيمه لها على الاطلاق، هو ما يستاهلش ان انت تنزل من بيتكو وتروح تدفع فيه ثمن التذكره، استنى ما ينزل على اي منصه ولا اي تلفزيون واتفرج عليه. هو مش وحش بس هو مش جامد، كان ممكن يبقى جامد وفي حته ثانيه. وفي النهايه تقييمي للفيلم هو 6 من 10 عشان خاطر محمود حميده ووائل احسان بس مش اكتر. وبس يا سيدي لحد هنا تكون خلصت حلقتنا. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنعملها، وعشان تساعدني اكبر لان انا مش اكبر غير بيك انت.